السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، بغيت نهضر لكم على التونر ديال دي اورديناري. هاد التونر اللي دار ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، في انستغرام، في تيك توك. بزاف ديال الناس كيهضروا عليه، بزاف ديال الناس كيشاركوا التجارب ديالهم، والاهم من هذا الشيء انه لا بليبار ديال الناس كيمدحوه. فحتى انا خديته وفعلا جربته وعجبتني النتيجه ديالو. هذه البوطه الثانيه اللي كناخذ دابا، فداكشي علاش اليوم جيت نشارك معكم التجربه ديالي، وفي نفس الوقت نهضر على الفوائد ديال هذا التونر بالنسبه للناس اللي مازال ما كيعرفوش. فهاد التونر انا فريمون عجبني بزاف. هو تونر ومقشر في نفس الوقت، مقشر خفيف في البشره، فيه 7% ديال حمض الجليكوليك. هذا الحمض هو اللي كيقشر البشره، كيقشرها بشكل خفيف، كيوحد اللون ديال البشره، كيساعد على ازاله التصبغات، كيعطي واحد النضاره للبشره، واحد النقاوه، كتولي تبان البشره نضيره. ف هذا التونر الحاجه اللي مزيانه فيه، او نقدروا نقولوا هذا المقشر فيه فقط 7% ديال حمض الجليكوليك. بالنسبه لهاد 7% يقدر اي واحد يستخدم هذا المقشر، عكس المقشرات الاخرين فاش كيكون حمض الجليكوليك كيكون طالع، ما يمكنش تستخدمه. وانت هادشي بالنسبه الا كنتي ما عمرك استخدمتي مقشر قبل. قلت عليه مقشر لانه كيقشر البشره بشكل خفيف، كيحتوي على 7% ديال الجليكوليك اسيد. هذا الجليكوليك اسيد هو حمض كيقشر البشره، فكيساعد على توحيد اللون ديال البشره، على ازاله التصبغات، كيعطي واحد النضاره للبشره، واحد النقاوه للبشره. والاهم من هذا الشيء انه هذا المنتوج حيت كيحتوي فقط على 7% ديال حمض الجليكوليك اسيد، فيقدر اي شخص يستعملوا. هادشي بالنسبه للاشخاص اللي ما عمرهم استعملوا او البشره ديالهم غير متعوده على احماض الفواكه او على المقشرات، فما يخافوا حتى شي حاجه، يقدر يستخدموا هذا، لانه كيحتوي كيف ما قلت على 7%، واللي هي نسبه قليله. ولكن اذا اول مره غادي تستخدموا كيف ما قلت وما كنتوش متعودين على الاحماض ديال الفواكه، استخدموه فقط مره او مرتين في الاسبوع حتى تبداو تولفوا عليه، البشره ديالكم تبدا تعود عليه. هذيك الساعه غادي تبداو كل مره تزيدوا، يعني الا بديتوا بمره في الاسبوع، من بعد ديروا 2 مرات، من بعد 3 المرات، من بعد حتى توليو تستخدموه بشكل يومي. هذا المقشر او هذا التونر تقدروا تستخدموه في الليل، تدخلوه مع الروتين ديالكم، تقدروا تستخدموه في النهار. اذا استخدمتوه في الليل ما تنساوش ضروري تحطوا مرطب من بعده، لانه كيف معروف على جميع المقشرات انهم كينشفوا شويه البشره. اذا استخدمتوه في الصباح ما تنساوش واقي الشمس اللي هو ضروري. واقي الشمس ضروري، سواء استخدمتوا هذا المنتوج سواء استخدمتوا اي حاجه، واقي الشمس ضروري. فاذا استخدمتوه ما تنساوش واقي الشمس في الصباح. العلبه ديالو كتجي بحال ما هكا، وكيجي هذا معها اللي كتركبوه في الفوق. وبالنسبه لطريقه الاستعمال سهله جدا. كاينين بزاف ديال الناس كيديروه في قطن وكيمرروا على الوجه ديالهم ولا على العنق ولا على اي مكان اللي كيحتاج تفتيح، بحال الركابي، بحال المرفق كيكون فيهم تصبغات، كيكون اللون ماشي موحد. فتقدروا ديروه في اي مكان اللي كتشوفوا كيحتاج انه تفتحوه، انه توحدوا اللون ديالو. انا صراحه ما كنديروش فوق القطن،
انا فاش كنغسل الوجه ديالي والعنق ديالي كنديرو في يدي وكندوزو على الوجه ديالي ديريكت، لانه القطن كيجيني كيمتصو. فهذه هي طريقه الاستعمال. وفريمون زوين بزاف. انا كنصحكم تجربوه لانه عنده بزاف ديال الفوائد. كما قلت لكم راه كيعطي نضاره للبشره، كيعطيها نقاوه، كيوحد اللون ديالها، كيساعد كذلك الجلد على التخلص من الزيوت الزائده، هادو بالنسبه للبشره الدهنيه المختلطه. كيعمل كذلك على انتاج الكولاجين في الجلد، يخلي البشرة تبان بمظهر. ساعد على مقاومة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وكيساعد على إزالة حب الشباب كذلك، وكيعمل على تنظيف سطح البشرة والتخلص من الجلد الميت وتضييق المسام وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على ترطيب البشرة. فريمون فيه بزاف ديال الفوائد. فانا كنصحكم به وبشده. البنات اللي مازال ما جربوش يجربوا هذا المنتج، ان شاء الله غادي تستافدوا. ولكن اهم حاجه اللي كنأكد عليها هي تداوموا عليه. يعني فاش ديروا واحد الروتين تبعوه، حتى اذا كنتو غادي ديروا غير مره في الاسبوع او 2 مرات في الاسبوع تلتزموا به، لانه اي واحد بغى يلقى نتيجه على شي حاجه ضروري يستمر عليها ويكون صبر. فكاين الناس كيستعملوا الحاجه 3 ديال المرات، 4 المرات، 5 المرات، كيقول لك لا انا مازال ما بانش ليا نتيجه. فيكون صبر، تصبروا وتستمروا وان شاء الله راه مازال ما بانش ليا نتيجه. فيكون صبر، تصبروا وتستمروا وان شاء الله راه ضروري ما غادي تلقاو نتيجه. جربوه وان شاء الله حتى نتوما تستافدوا وتلقاو النتيجه اللي كترضيكم. وباش ما ننساش، هذا التونر الحاجه اللي مزيانه فيه 240 مليلتر، فما غاديش يسالي لكم دغيا. والاهم من هذا الشيء الثمن ديالو مناسب جدا. انا خديته ب 171 يمكن 171 درهم، ولكن نتوما عارفين انه السعر كيختلف من بلاصه لبلاصه، تقدروا تلقاوه اكثر تقدروا تلقاوه اقل، مي اغلبيه راه كيتباع ب 171 175 بحال هكا. فالسعر ديالو مزيان بزاف. وكيف ما قلت لكم 240 مليلتر. حنا مولفين لي سيروم كتكون فيهم فقط 30 مليلتر 100 مليلتر، فكيساليو دغيا. هذا فيه 240 مليلتر، انا كنشوفها مزيانه بزاف مقارنه مع السعر ديالو، مزيانه بزاف. وهادشي باش زوينه لا مارك ديال دي اورديناري، عندهم التمنيه ديالو مزيانه بزاف. وهادشي باش زوينه لا مارك ديال دي اورديناري، عندهم اثمنه مناسبه ولي برودوي ديالهم مزيانين بزاف. فانا كنشوف ما خداوش ضجه غير هكاك، بالعكس المنتجات ديالهم مزيانه بزاف. وانا كيعجبني واحد المنتج عندهم ديال فيتامين سي ديالهم مزيان بزاف. ان شاء الله نشاركو معكم في فيديو اخر. فهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، كنتمنى نكون عطيتكم معلومات مزيانه، وكنتمنى انكم تجربوا هذا المنتج. ونشوفكم على خير ان شاء الله، ونلتقيو في فيديو جديد مع منتوج جديد.